عايز اقول لكم حاجة بس في الاول، علشان يمكن لما نسمع المعلومة دي نصدق شوية شوية ان احنا في لعبة. لان ساعات احنا بنسمع كلمة اتس جيم، وما الحياة الدنيا الا لعب، وانها لعبة. ولما بنلعب لعبة يا جماعة، احد الحاجات اللي تقول لك انك في لعبة لما تخلص اللعبة ما بتاخدش حاجة من اللي انت عملته في اللعبة. يعني عشان كده كان في لعبة زمان اسمها المزرعة السعيدة، وفي ألعاب كتيرة حاجة زي كده، إنك ممكن تبني بيوت في اللعبة دي، وممكن تشتري أراضي في اللعبة دي، وممكن تعمل عقارات في اللعبة دي، وتعمل أموال كتير 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 في اللعبة دي. أوكي. بس بعد ما بتطلع من اللعبة، أنت بس اللي بتطلع من اللعبة. خلاص ما تاخدش حاجة من اللي عملته في اللعبة، لكن ممكن تاخد وعي، تاخد خبرة، تاخد معلومات، تاخد داتا معينة بيحصل. خليك واعي إن كل اللي أنت بتعمله في الجيم، الهدف الكبير 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 منه هو تطويرك وتزكيتك بس. ده الهدف الكبير. فساعات من حلاوة اللعبة بنتخانق في اللعبة، بنندم قوي على حاجة فقدناها في اللعبة، بنتوجع قوي من حتة يعني فاتتنا في اللعبة. بس هو في الصورة الكبيرة اتس جيم، هي لعبة. مش معنى كلامي انك تيجي كده في اللعبة واخد ركن وتقعد زعلان وامتى اللعبة تخلص، برضو لا، مش ده الهدف. العب اللعبة، بس خليك فاهم دايما إنها لعبة. فأحد الحاجات الاحترافية جدا اللي اتحطت في اللعبة، إن مفيش لعبة هتلاقيها كده طول ما أنت بتلعب كل حاجة بتظهر لك في اللعبة بتسقف لك تقول لك برافو تعالى خش كمان اكسب هنا، وهنا الدنيا جميلة مفيش أي شر، مفيش حاجة وحشة، مفيش قنابل هتترمى عليك، مفيش حد هيطلع يرمي عليك حاجة، كلها لعبة جميلة. لأ، دي أصلا لعبة مش هتلعبها. فكل ما هتزيد فيها التحديات، وفي كل ليفل مهارتك في التعامل مع التحديات بتتغير، سرعتك في التعامل مع التحديات بتتغير. بس خليك فاهم في الصورة الكبيرة إنها لعبة، وإنت بتسيب اللعبة وبتاخد الوعي والخبرة والطاقة والتزكية والمهارات اللي حصلت لك، وبتكمل بيها في حتة تانية. أيا كان بقى الحتة التانية دي إيه دلوقتي، بس هي جيم. وأحد الحاجات اللي بتحصل في الجيم إن في حد بينغص عليك الجيم دي، أو بيشوش عليك الجيم دي. وفي الصورة الكبيرة مش الهدف ان ده يحصل علشان نضايقك وانت بتلعب خالص، بس الهدف ان تركيزك يبقى اعلى، انتباهك يبقى اعلى، وعيك يبقى اعلى، وتفهم بطريقة ما ان ده جزء من الديزاين بتاعت الجيم. لان احنا قلنا في اول لقاء، الناس اللي فاكرة، ان احنا ساعات يا جماعة بناخدش بالنا من حتة كده بتمرر unconsciously داخلنا، ان احنا يا اما يعني نبقى مع ربنا او نبقى مع الشيطان، او ان احنا ننصر ربنا او ننصر الشيطان، او ان احنا نركز مع ربنا او نركز مع الشيطان. وكاننا بدون ما بنشعر unconsciously بنحط ان الله والشيطان في كفة واحدة. بس اللعبة مش كده اصلا. هو الله بس، والباقي كله جزء من الجيم. فالشيطان والوساوس جزء من الجيم. اوكي. علشان ترفع الكواليتي بتاعتك، ترفع المهارة بتاعتك بشكل او باخر. بس هو بيلعب دور الشر في اللعبة دي، زي كده جزء من الفيلم. مش هينفع ان احنا نعمل الفيلم من غير ما يبقى فيه الممثل اللي هيقتل واللي هيسرق واللي هيعمل، يعني ده جزء من الفيلم، ده جزء من متعة الفيلم. بس خليك فاهم انه فيلم. اوكي. وفي ادوار معينة، رولز بتتلعب في الحتة دي، بما فيهم ادوارك انت شخصيا. فانت في اللعبه ساعات بتلعب دور اب، بس ما تعلقش قوي في الدور، يعني تمام، يعني ما تقفش قوي يعني ما تأفورش في الدور. تمام. ساعات بتلعب دور زوج، دور زوجه، دور مدرس، دور ام، دور بيزنس مان، دور بيزنس وومن. اتس اوكي، العبها واستمتع، بس يعني زي اقول لك ايه، ما تعيش الدور قوي. يعني هو دور، كن من المحسنين فيه، بس يعني ما بقى دمك يتحرق يعني. اتس ا جيم، اتس ا جيم. بس طبعا لان الجيم احترافيه جدا، فساعات بنتسرق، ساعات بتروح منا الحاجات دي، ساعات بنفقد التركيز، ساعات بنخش في مدارات تانية مش واعيين عليها.